السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة English Community مع مستر عبد الفتاح علام. في الأول كده عايزين بس نسأل سؤال بسيط: هل عمرك احتجت تقول إنك خليت حد يعمل حاجة بدل ما تعملها بنفسك؟ زي مثلا خليت حد يصلح لك الموبايل، أو حد نظف لك العربية مكانك، أو حتى مثلا رتب السرير مكانك، أي حاجة حد عملها بدل منك. في الإنجليزي بقى مش بنقولها بشكل عادي، في طريقة احترافية اسمها causative verbs. الطريقة دي بتخلي كلامك أقوى، وبتخليك تتكلم زي المحترفين بالظبط. في الفيديو ده إن شاء الله هنفهم بسهولة إزاي نستخدم have أو get، وإزاي نقول إن حد عمل حاجة ليك من غير ما أنت ما تعملها، وإزاي نستخدم الجمل دي في حياتك اليومية إن شاء الله. يلا بينا كده نبدأ ونفهمها خطوة بخطوة. زي ما اتفقنا الدرس نفسه اسمه causative verbs. تمام. بنستخدم السببية ليه؟ إن إحنا بنقول غالبا يعني إن إحنا ما بنعملش حاجة لنفسنا وبنخلي شخص آخر يقوم بفعل الشيء لنا وهو قسمان. يا إما مبني المعلوم، يا إما مبني المجهول. طب إيه الحاجات اللي ممكن نستخدمها بقى في ال causative verbs؟ في عندنا make أو let، allow stop، have أو get. هل دول كلهم معناهم واحد؟ لا، معناهم بيختلف، وكمان التركيب بيختلف، والحتة دي مهمة جدا عشان بتفرق معانا جدا في الاختيارات، وبتفرق معانا حتى في تركيب الجملة. عندنا مثلا make بيجي بعدها المفعول زائد المصدر. make مفعول مصدر، let مفعول مصدر، allow مفعول to زائد المصدر، stop مفعول from زائد verbing، have مفعول زائد المصدر، get مفعول to زائد المصدر. خلاص، ناخد بالنا بس من التركيب ده مهم جدا جدا. تمام. يعني مثلا هنا my parents make me tidy my room، خليت ميك بعدها مفعول، بعد كده الفعل في المصدر بدون اي تغيير. طب لو هشيل ميك مثلا واحط allow، كنت اعمل ايه؟ my parents allow me to tidy، فهنا احط to زائد المصدر. طب لو هشيل ميك واحط stop، ساعتها هقول my parents stop me from tidying. هنحط ايه؟ object from زائد verbing، وهكذا مع باقي التركيبات. تعالوا بس نشوف بقى بعض الملحوظات كده عندنا. اول حاجه كلمه ميك، مش احنا هنا دلوقتي قلنا شويه حاجات اهو بنستخدمهم؟ ميك وليت allow stop have get، عرفنا التركيب بتاعهم مختلف. طب هل المعنى مختلف؟ عندنا كلمه ميك يعني يجبر او اجبار شخص بفعل شيء، كانها فورس بالظبط بالقوه. انما كلمه allow او let يعني السماح للشخص بفعل شيء، ودي زي مثلا permission كده، او استئذان او اذن. لما بنستخدم have بتعني الطلب أو سؤال شخص أن يفعل شيء، وبتعني مثلا ask أو طلب. وعند استخدام get بتعني إقناع شخص أن يفعل شيء، وهي تعني persuade اللي هو الإقناع. تمام. لما أقول مثلا my stomach pain got me to stay in bed for a week، ده معناها استخدم هنا كلمة get، خلاها في التصريف الثاني got، بمعنى إقناع شيء أن يفعل شيء. تمام. فكلمة ماي ستومك يعني المعدة بتاعتي أو الألم في المعدة خلاني أقعد في البيت لمدة أسبوع، فده معناها بمعنى الإجبار والإقناع إن أنا لازم أقعد في البيت بسبب الألم ده. طيب تعالوا بقى نشوف كده بعض الرولز أو بعض القواعد اللي موجودة عندنا في الباسيف في المجهول. زي ما اتفقنا نبدأ الجملة السببية في المجهول بالفاعل عادي. هنبدأ بالفعل عادي وبعد كده بنمشي على حسب الكلام. زي مثلا بنقول فاعل have أو get، بعد كده المفعول زائد البي بي. تمام، ده فين؟ في المجهول. إنما المعلوم زي ما اتفقنا أهو، فاكرين من شوية كنا بنقول have object زائد المصدر، ده في المعلوم. إنما المجهول هيبقى have object زائد البي بي. تمام. هنا مثلا بقول I have my room cleaned every day. تمام. هنا أنا أنا بانضف أو يعني باكون بانضف غرفتي كل يوم، وده معناها إن في حد بيجبرني أعمل كده. تمام. إيه الفرق بين كلمة have وget؟ تمام، لما هنيجي نبص كده هنلاقي بالنسبة لهاف وجيت إن كلمة جيت بتبقى تعني الصعوبة شوية. يعني أنا أخدت الصعوبة إن أقنع شخص يعمل الحاجة دي مكاني بشكل أصعب من كلمة have. لما نيجي بقى نستخدم السببية مع جميع الأزمنة هنلاقي have أو get في المضارع البسيط. يعني كلمة have هي have، وجيت هي get في المضارع البسيط. لو في الماضي البسيط have هتبقى had وجيت هتبقى got. في المضارع المستمر I'm having، الماضي المستمر was having، المضارع التام have had، المستقبل will had. فعل ناقص can have، والفعل الناقص must have اللي هو كان أو could shall أو should may أو might must. تمام.
السببية في السؤال بتستخدم do أو does للمضارع البسيط، وإيه والماضي البسيط بنستخدم did ده في السؤال، وفي النفي بنستخدم don't و doesn't في المضارع البسيط، والنفي الماضي البسيط يبقى didn't. ده الكلام ده امتى؟ ده السببية في السؤال اللي هو الطبيعي عادي جدا في المضارع البسيط. دو او داز مضارع بسيط، ديد ماضي بسيط. طب يا مستر بقى لو اي حاجه تانية يعني غير دو او داز او ديد، لا هنسال عادي جدا بالفعل المساعد بتاعنا. وليكن مثلا عندنا المضارع المستمر بيتكون من ام او از او ار زائد فيربنج، فعادي جدا هنسال بار. طيب المضارع التام مثلا بيسال بهاف، يبقى ايه السؤال بهاف. المستقبل بسيط بويل، يبقى ويل عادي جدا، والنفي بتاعها على حسب الحاجه بتاعتنا. ولسه المعلومة دي قايلينها من شوية إن إحنا بنستخدم get بدلا من have ليفيد الصعوبة أحيانا. he finally got the seats booked، يعني هو أخيرا لقي كراسي نحجزها، فده معناها إن هو أخيرا فعلا الموضوع كان صعب جدا. لو شلت كلمة got وحطيت have ده معناها إن فعلا الموضوع كان سهل، إنما got بتفيد الصعوبة. من الآخر كده برضو ممكن نقول إن هاف بتعامل مثلها أي فعل في الجملة، فلو جاءت مكان فعل مضاف إليه ing فإننا نستخدم having، ولو جت في فعل في المصدر بنستخدم have، ولو الفعل مسبوق بتو فإننا بنستخدم to have. يعني الجملة يعني كلمة have دي عندها flexibility شوية أو مرونة شوية، إنها بتمشي مع الجملة على حسب التكوين بتاعها أو التركيب بتاعها. لو الجملة فيها ing بيتحط لها ing، لو فيها مصدر يبقى هي في المصدر، لو الجملة أصلا أو التركيب عندنا to والمصدر فبنستخدم to والمصدر. زي مثلا هنا بنقول she like cleaning her house، she likes having her house، she would have أو she would like أو likes to have، وهكذا باقي الأمثلة. تمام. طيب زي ما اتفقنا بقى كده في الدرس ده كله الأهم عندي اللي هما 2 4 6 كلمات، لازم نعرف معناهم إيه، تركيبهم إيه في المعلوم، وتركيبهم إيه في المجهول.